السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. كيف ديما فيديو خفيف ظريف. غادي نوجدوا ان شاء الله هكا شي حاجه مالحه سهله بحشوه اللي جديده بزاف. شنيك مالح كيجي زوين بزاف. غير تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تشوفوا الطريقه والمكونات. بلا ما نطول عليكم دوزو نيشان نشوفوا المكونات ديال العجين اللي غادي نحتاجوا فيه. 600 غرام ديال الدقيق. غادي نضيفوا ليها بياض ديال البيضه. الصفر غادي نخليوه باش غادي ندهنوا شنيك في الاخر. معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه كبيره ديال الخميره فوريه او خميره ديال العجينه، ومعلقه كبيره ديال السكر سنيده، ونص كاس ديال الزيت. يمكن لكم تعوضوه بالزبده دايبه، تقريبا 50 غرام ديال الزبده دايبه. والحليب يكون دافي، 2 كيسان ما يعادل 850 ملل. في بول غادي ناخذوا الخميره، غادي نضيفوا ليها سكر سنيده وشويه ديال الحليب دافي، وغادي نحركوا هاد الخميره مزيان مع السكر سنيده مع الحليب، ونخليوها هكا على جنب حتى تفاعل لينا. من بعد غادي نضيفوا نص كاس ديال الزيت. يمكن لكم تعوضوه بالزبده دايبه كيف قلت لكم، وبياض البيضه. نحركو مزيان. عاد غادي نضيفوا داك الدقيق كامل. صافي، وغادي نبداو نعجنوا العجينه ديالنا بالحليب. يمكن لكم دابا على حسب النوعيه ديال الدقيق تقدروا تكملوا هذوك 2 كيسان كاملين ديال الحليب، تقدروا تشد منهم شويه كيف قلت لكم على حسب النوعيه ديال الدقيق. صافي، وغادي نبداو نجمعوا العجينه. انا نسيت الملحه ما درتهاش، يلا غادي نديرها. ديك المعلقه صغيره ديال الملحه. المهم زدت الملحه وكملت العجينه ديالي. ما ديروش بحالي، ديروها مع الدقيق باش ما تنساوهاش. صافي، وغادي نكملوا العجينه. ما غاديش نخلي كل العجينه هكا رطبه ما تكونش كتلصق. صافي، وغادي نعطوها البنيه شويه، غندلكوها غير شويه ماشي المهم تكون مدلوكه وسلام. وغادي نساوها واحد الساعه ونخليوها تخمر على خاطرها باش نوجدوا شي حاجه اخرى. من بعد ما خمرت العجينه كيف كتشوفوا، غادي نحيدو من هذاك الغاز، غنديكازيوها وغادي نطلقوها بالمدلاك. بالنسبه للحشوه كيف كنقول لكم ديما كتكون اختياريه. انا غادي نبارطاجي معكم غير داكشي باش عمرت هاد الشنيك، ولكن نتوما راه على حسب متوفر عندكم، كل واحد واش عنده، يعني كتبقى الحشوه انت وداكشي اللي متوفر عندك. صافي، غادي نطلقوا العجينه بهذا الشكل. الا لصقات لكم فوق سطح العمل ضروري من شويه ديال الدقيق هكا باش ما تلصقش، تسهل عليكم الخدمه باش تدلكوها. ومزيان تكون رقيقه العجينه مزيان. بالنسبه للحشوه انا خديت معلقه كبيره ديال الهريسه، زدتها شويه ديال الماء خففتها به ودهنت بها العجينه. يمكن لكم الهريسه تعوضوها بصوص طوماط، ولكن الهريسه غير جربوا الهريسه راه كتجي بنينه بزاف. عرفتي راه صرعات هاد الشنيك. خديت مطيشه حيت ليها ديك الماء ديالها وقطعتها قطع صغار. كلشي خضر درتو فيه هاد الشنيك. بصله مشلضه حتى هيايا درتها. وغادي نضيف الفلفله، يعني قلت لكم داكشي اللي كاين، داكشي اللي متوفر، كاين زيتون، كاين اللي كاين ديروه. غادي نزيد الفلفله، درت غير فلفله خضراء. وغادي نضيف شويه ديال المعدنوس حتى هو كيعطي واحد البنه زوينه في هذا الشنيك. نطرحوه حتى هو على لاباط كامله طون. غادي نفرتو كامل على داك الحشوه على لاباط حتى هو. وغادي نزيدو من بعد الفرomاج غابي، اي نوع ديال الفرomاج عندكم. وضروري في الاخر واحد الرشيشه ديال الزعتر، راه كيصرع الشنيك. صافي، وغادي نجمعوا الشنيك هكا نروليوه بشويه كيف كتشوفوا حتى تروليو العجينه كامله.
وضروري من هاد لاستيس في الاخر ديال العجينه هكا تقرصوها بحكا باش تسد العجينه وما تحلش ليكم. ما صافي غادي ناخذ خيط وغادي نبدا نقطع به. الخيط راه كيسهل، الخيط ديال الجراره غادي نقطع به، راه كيسهل وكيجيب داكشي مقاد. وانتم عينكم ميزانكم راه كديروا تحاولوا ديروا لي شنيق قد قد. صافي ملي كملت هذاك لي شنيك في التقطاع كنقرصوهم واحد شويه وغادي ندهنوهم بداك صفر البيضه اللي شاطط مع شويه ديال الحليب. والفران غادي يكون مسخن قبل على درجه 200 دوغري. الفران غادي تشعلوا عليه من الفوق والتحت صافي وتدخلوهم يطيبوا. راه كيجيو زوينين بزاف. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم وبالصحه والراحه. خليت لكم راحه الله. نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.